أهلا ومرحبا بكم. ألقت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة على عارضة الأزياء والإنستغراموز وحيدة قروج نهاية سنة 2022 بعد أن تم اقتحام منزلها بإذن وترخيص من العدالة، والعثور على كمية هامة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين ومبالغ مالية ضخمة. المعنية تم تحويلها فور العثور على كمية من المخدرات في منزلها رفقة رضيعها البالغ من العمر حوالي 17 نحو مقر الأمن، أين خضعت للتحقيق ثم وضعها رهن الحبس المؤقت رفقة رضيعها بحسب ما ينص عليه قانون السجون. ويتواجد زوجها في حالة فرار وهو المسبوق في قضايا سابقة، حيث بلغته معلومات دقائق قبل اقتحام منزله بأنه يتم البحث عنه وملاحقته كبارون وتاجر مخدرات صلبة الكوكايين. وكانت الانستغرامرز وعارضة الأزياء وحيدة قروج قد سجلت حصة تلفزيونية على قناة خاصة تم بثها ليلة رأس السنة الجديدة، وكانت شكرت فيها زوجها وتعلقها به.